الحمد لله حمدا حمدا حتى يرضى، والشكر لله شكرا شكرا حتى يرضى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم. مشاهدينا مستمرين معكم في سلسلة من الحلقات أعمال القلوب بإذن الله. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان محاسبة النفس. وكما قيل شيخنا أن محاسبة النفس محاسبة النفس طريق المؤمنين وسمة الموحدين وعنوان الخاشعين، فالمؤمن متقي لربه محاسب لنفسه مستغفر لذنبه. بداية شيخنا عرف لنا وحدثنا عن ما معنى المحاسبة أو محاسبة النفس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فأعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. موضوع النفس البشرية هو من أعقد وأعمق وأدق أيضا موضوعات العلوم. يعني من الصعب جدا أن يلم الإنسان حقيقة بتفاصيل هذه النفس البشرية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل يعني هذه النفس فيها أسرار لا يعلمها إلا هو. يعني فيها أسرار مهما زعمنا وتصورنا بأنه بإمكاننا أن نعرف هذه النفس، فإننا يصعب علينا أن نتعامل معها، لأنها خفية بطبيعتها، ليست من الطبائع المادية التي تستطيع أنت أن تتعامل معها تعاملا ماديا تجريبيا. ولذلك سبحان الله من أكثر ما يساعد الناس في معرفة النفس هو الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا أردنا أن نتعرف إلى النفس البشرية لا بد لنا من العودة إلى كتاب الله والعودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرانا عن حقيقة هذه النفس. والقرآن الكريم حافل حقيقة بالحديث عن النفس وأنواع النفس البشرية. فتجد القرآن الكريم مثلا يتحدث عن أنواع النفوس، يذكر مثلا بأن هنالك 3 أنواع للنفس البشرية: النفس المطمئنة، والنفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء. فإذا أنت لست أمام نفس واحدة، إنما أنت أمام مجموعة من النفوس، ويمكن أن تزيد عن ذلك إذا ذهبنا أيضا إلى تفصيل كل نفس، لأن مقامات الإطمئنان ليست واحدة، مقامات اللوامة ليست واحدة، مقامات أيضا الأمارة بالسوء ليست واحدة، وبالتالي أنت ستكون أمام اختلاف الأنفس. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى يخبرنا كذلك بأن مشكلات هذا الإنسان من نفسه، كما يقول الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ثم الله عز وجل يقول لنا بأن ديمومة النعم ستكون عليكم ما لم يحصل تغيير ما بنفوسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طبعا هذه الآية على كل أحيانا تقرأ بالمقلوب يعني، لكن الصحيح أن النعم ستستمر على الإنسان
ما دام هو على استقامة. فإذا غير حالة الاستقامة إلى حالة الانحراف تغيرت، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكأنما الأصل استمرار النعم وعدم انقطاعها، إلا إذا تغيرت النفوس من الصلاح إلى الفساد، من التوحيد إلى الإشراك، من الحق إلى الباطل، وهكذا. هذه التغيرات تؤدي بطبيعة الحال إلى تغيير ما أنعم الله بها. وبالتالي هذه النفس تحتاج إلى مداومة في رعايتها وفي تنميتها وفي تنقيتها وفي تزكيتها وفي طهوريتها وفي الوقوف على حقيقتها، كذلك تحتاج إلى مجاهدة. ولذلك هذا النوع حقيقة من العلوم يعني صار في زماننا هذا قل من يجيد فن التعامل مع هذه النفس، أنه لها علاقة بعلم التزكية وعلم التربية والسلوك هذا الذي كان في السابق يعرف على الأقل بعلم التصوف أو علم السلوك. هذا الجانب يحتاج إلى تدقيق، وهو حقيقة واحدة من مهام الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن ويزكيهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن نحن هذه النفس تحتاج إلى اهتمام وإلى رعاية. ومما يلزم لنصل إلى هذه النفس التي أرادها الله لنا في الطهورية والتزكوية والإطمئنان أنك تقف مع هذه النفس وتحاسبها، لا تترك لها العنان، لأنك إن تركت لها العنان فإن النفس قابلة للأمرين، قابلة لأن تعلو أعلى عليين وقابلة أيضا أن تنحدر إلى أسفل سافلين. هذه وبالتالي الإنسان لم يجعله الله ملكا مقربا ولم يجعله شيطانا رجيما، جعله في قابل لأن يكون قابل لأن يرتقي إلى السماوات وقابل لأن ينحدر أيضا إلى الأسافل. وبالتالي هذه المحاسبة هي التي نتكلم عنها في علم السلوك اللي نحن الآن، وهي واحدة من المنازل بالمناسبة، واحدة من منازل السائرين، منزلة المحاسبة، ولعلها المنزلة الخامسة أو السادسة عند الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. طيب ما هي المحاسبة؟ يعني ماذا نقصد بالمحاسبة؟ بشكل عام لو جينا للناس والله الطالب البسيط تقول له علم الحساب، يقول لك هو العلم الذي يختص بالأعداد ويختص بالجمع والطرح والقسمة، وهي برضو ما بعيدة من كده. يعني نفس المحاسبة عملية العد وعملية الإحصاء وعملية الوقوف على الأرقام والأعداد. من ناحية اصطلاحية الذين تكلموا عن محاسبة النفس قالوا هو الوقوف عن أعمال النفس من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الفجر لننظر في أي الكفتين تميل، هل تميل إلى كفة الخير أم تميل إلى كفة الشر. هذا الحساب الذي يمكن أن يقوم به أي تاجر يقوم بعد فترة لو تلاحظ بعمليات الجرد حتى يعرف هل هو رابح ولا إيه ولا خاسر. يعني تصور يكون في تاجر والله فاتح بقالة وما عنده علاقة بالحساب، يقول لك الأمور ماشية، بعد فترة احتمال كبير يلقى نفسه إيه خسران. لكن التاجر الحصيف الماهر الذي يعتني بمسألة المحاسبة أحيانا يجعلها كل شهر، أحيانا كل 3 شهور، أحيانا كل 6 شهور، أحيانا أقصى حد سنة، يشوف إيش والله رأس المال زاد ولا نقص. صحيح. فإن زاد حمد الله، وإن نقص وقف مع نفسه أين الخلل؟ أين المشكلة؟ هل والله زيادة في التصرف أم غباء في التصرف أم سرقة في المال أم فساد في المال أم في إشكال في العمال إلى غير ذلك من الأشياء التي فهذه باختصار هي ما نسميه الآن بقضية المحاسبة، وهو كيف يقف الإنسان على أعماله الباطنية والقلبية وكذلك أعمال الجوارح وأعمال اللسان حتى يقف في محصلته النهائية إلى أنه والله هل يسير في خط الصراط المستقيم أم أنه ينحدر ويكون والعياذ بالله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ننتقل إلى جزئية أنواع الأنفس في البداية. نعم. وما يرادفها من أنواع المحاسبة. نعم. موضوع النفوس هي تقريبا في القرآن الكريم يتحدث القرآن عن 3 أنفس. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا نوع واحد. النوع الثاني هو النفس الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي
إن النفس لأمارة بالسوء. بالسوء. النوع الثالث الذي ورد في قوله تبارك وتعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. إذا أنت أمام ثلاثة نفوس. النفس المطمئنة طبيعة المحاسبة لدى صاحبها ليست في دائرة المحرمات والواجبات، لأنه هذه تجاوزها زمان وعبر لا ما يعني هؤلاء لا ينشغلون، لا توبتهم هي توبة أهل المعاصي ولا محاسبتهم هي محاسبة أهل المعاصي. يعني في دائرة الحال، هذول في دوائر الفاضل والمفضول والحسن والأحسن. وفي قضية الإحسان ليست في قضية إنه والله ارتكبنا حراما، لا، هذه انتهوا منها، وإلا لم يكونوا أصلا من أهل هذه المنزلة. النفس المطمئنة هي التي استقرت على طاعة الله، واستقرت على اجتناب محارم الله، واستقرت على طلب مرضاة الله، واستقرت على رعاية الحدود ومراعاة الحقوق. فهذه النفس هي إيه؟ النفس المطمئنة. لكن لا يعني أن صاحبها لا يحاسب نفسه، لا، يحاسب نفسه، لكن يحاسبها إيه؟ يحاسب مثلا الله سبحانه وتعالى لما في أواخر سورة التوبة أمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والمؤمنين بأن يتوبوا إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هذول تجاوزوا القنطرة كما يقال، ومع ذلك توبوا إلى الله. هذه يسموها توبة الخواص. والتوبة الأخرى اللي هي نحن نجعلها في تقريبا في المدارج الآن، مثلا ابن القيم جعلها اليقظة والفكرة والبصيرة، وبعد ذلك تأتي قضية التوبة. فموضوع التوبة هي في المقامات يمكن المقام الرابع، وهذا المقام هو إن والله كيف يتحلل الإنسان من المعاصي الكبرى والكبائر والأشياء بشروطها الأربعة، وينتقل إلى دائرة أهل الطاعات والاستقامة. فإذا أصحاب درجة النفس المطمئنة هؤلاء ينظرون إلى الأمور في أنه والله كان بالإمكان لو فعلت الشيء الفلاني الذي فعلته طيب، لكن لو فعلت الشيء الثاني كان أطيب. يعني هذا صح، ربحت 10 لأن كان يمكن أن أربح 100. مثلا شخص يقرأ القرآن، بعد أن انتهى من قراءة القرآن قال سبحان الله، ماذا لو أني أثناء القراءة وأنا حافظ كنت أصلي فأجمع بين السجود والركوع والقيام وكذا، فأكون جمعت بين. هنا ستؤدي به المحاسبة إلى شيء، مش إنه والله كان سيء، لا، قراءة القرآن جيدة ولم يكن في معصية ولكنه في طاعة، ولكن كان الأحسن له وهكذا. شخص مثلا ينشغل بنافلة وأمامه واجب، ما كان فيه من نافلة طيب، لكن الواجب كان أفضل. يعني مثلا شخص منشغل بأذكار الصباح والمساء مثلا، وأمه بحاجة إليه أو والده بحاجة إليه، فإن الوقوف مع أمه ووالده أحب وأوجب مما هو فيه، حتى لو كان في واجب آخر، وهكذا. فأصحاب النفوس المطمئنة طبيعة المحاسبة التي يقومون بها تختلف عن طبيعة المحاسبة في النفوس الأخرى. هذه النفس الثانية وهي النفس اللوامة. النفس اللوامة هي لم تبلغ مبلغ الاستقرار، ولكنها لم تتردى أيضا تردي النفس الأمارة بالسوء. نفس متذبذبة، ممكن نقول نفس مضطربة متذبذبة. هؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيء. تجد ما شاء الله يطيع الله ومحب للخير، وإذا وجد أهل الخير اندفع معهم ومحب لهم ويخدمهم، ثم إذا ابتعد عن هذا المحيط الذي يشجعه للخير تجده يضعف، ثم يتذكر فيرجع. والذين إذا أصابوا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قال ذكروا الله. لاحظ، هو ما خالي من ذكر الله، فميزته أنه ليس غافل. الناس ليس غافل الغفلة الكبرى، لكن في لحظة الفاحشة غفل، طبيعة الحال كان غافلا، لكن عنده القدرة على التذكر السريع، التدارك السريع. فهؤلاء سبحان الله إذا أصابهم طائف من الشيطان، إن الذين اتقوا إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا، فهو يصيبه الطائف من الشيطان، لكن معه الذكرى حاضرة. صحيح، الذكرى حاضرة. وطبعا هنالك معادلات كثيرة جدا فيما يتعلق بقضية الذكرى والتقوى.
مسألة الذكرى والتقوى. فأصحاب التقوى إلى حد كبير مستقرون. أصحاب الذكرى يحتاجون إلى التذكر المستمر والتنبيه. أيوة. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة طه بين أن هذا القرآن جاء لطائفتين من الناس لعلهم يتذكروا ويتقون. يعني قال ابن تيمية عليه رحمة الله: فأما الذين اتقوا فتزيدهم رفعة، وأما الذين تذكروا فتزيدهم توبة وتزيدهم أوبة، وهكذا. فنحن في هذه المنزلة، منزلة النفس اللوامة، ننتقل بين الخير والشر حتى تستقر النفس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل النفس المستقرة. هذه نفس على كل، ربما لو قلنا غالبية نفوس المؤمنين في هذه الدائرة، نفوس المؤمنين بشكل كبير نفوسهم في هذه الدائرة، تذبذب الخير والشر، الصواب والخطأ، وهكذا. ليست قضية الفاضل والمفضول، هذه ربما تكون لأولئك. النوع الثالث والعياذ بالله هي النفس الأمارة بالسوء. لاحظ هنا مصطلح القرآن الكريم، القرآن ما قال الآمرة بالسوء، الأمارة بالسوء، معنى ذلك أنها كثيرة الأمر بالسوء، لأنه صاحب النفس اللوامة هو عنده شيء من النفس الآمرة بشنو؟ بالسوء. لكن لم تبلغ مبلغ الأمارة. الأمارة هذه من كثرة إصراره وفعله للسوء استقرت عليه وله، نقيض النفس المطمئنة. فهذا والعياذ بالله يعني مشكلته كبيرة، يحتاج إلى أن ينتقل بتوبة أهل الذنوب والمعاصي، لا توبة أهل النفوس المطمئنة، ولا أيضا توبة. فنحتاج على كل إلى أن هذه الأنواع الثلاثة وطبيعة معرفة كل نفس وتفاصيل هذه النفس البشرية حقيقة، وأن تعرف أين أنت أصلا كعبد مكلف، أن تعرف وين أنت. هل أنت في نفس مطمئنة؟ هل أنت في نفس لوامة؟ هل أنت ويمكن أن تخلط بين، خصوصا تتداخل أحيانا بعض الأمور، فيكون الشخص استقر على حال طيبة في مجال، وحاله في مرحلة في مجال آخر في النفس اللوامة، وفي مجال ثالث والعياذ بالله قد تكون في النفس الأمارة. يعني برضو ما نقدر نقول والله الفواصل بينها فواصل حدية. قد يكون شخص تبارك الله خلاص قاطع والعياذ بالله الفواحش، الكبائر مقاطعة، لاحظت؟ فهنا استقرت نفسه على واطمأنت على ترك الفواحش، فصار عفيفا. لكن عنده مشكلة أخرى، عنده مشكلة مثلا في أكل الأموال. لاحظت؟ هنا الفواحش شيء، وأكل أموال الناس شيء ثاني، شيء آخر. فهذا قد يتعلق بحق الله، وهذا يتعلق بحق حق العباد. وهذه للأسف الشديد كثير من الناس، مع العلم بأنه فعلا لو كان يؤدي حق الله في ترك الفواحش والمنكرات بشكل صحيح وبشكل كامل، ربما لأثر في الطرف الآخر. يعني مثلا من يقيم الواجبات اللي هي الصلاة على وجهها الصحيح، افترض أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وكذا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبالتالي الذي تراه مثلا يصلي ولكنه مع ذلك يعني لم تنهه هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر، معنى ذلك خلل في أدائه للصلاة. فهذه تقريبا موضوع النفوس الثلاث في كتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخنا. أغلب الناس أو كل الناس يندرجوا تحت ثلاث أشياء: الإحسان والإيمان والإسلام. نعم. الثلاثة درجات من الأنفس، هل يقابلها الشيء ده نفسه؟ يعني يقابلها الإحسان مع النفس المطمئنة، واللوامة مع النفس مع الإيمان، والنفس الأمارة بالسوء مع الإسلام، أو في اختلاف بينهم؟ هو والله أعلم أن أحيانا قد تكون موضوع النفوس الاثنين قد يكون مقسمة في الثلاثة. يعني الإسلام والإيمان والإحسان يمكن أن تكون في النفس اللوامة والنفس المطمئنة. موضوع النفس الأمارة بالسوء يدخل فيها الكفر أيضا. الكفرة هذه دائرتهم، هذا النوع من النفس الشريرة. ما هي القضية؟ ألهمها فجورها وتقواها، ألهمها فجورها وتقواها. فهذا الذي يخلط عمل صالح وآخر سيء، هذا خالط بين الخير والشر، لكن في خلطه لم يبلغ مرتبة الكفر ليكون مع الدائرة التي تدرج بأن النفس الأمارة نفس الأمارة بالسوء. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، ننتقل إلى جزئية ثمرات المحاسبة بالنفس، حدثنا عن ذلك.
موضوع الثمرات حقيقة يعني الآن أنا ذكرت قضية إنه والله هذه النفس ومحاسبتها والوقوف عندها وما تنتجه. يعني أول قضية يعني أول ثمرة يستفيدها الإنسان من هذه المحاسبة العميقة الدقيقة للنفس أنه يخفف على نفسه الحساب يوم القيامة. أهم حاجة يعني عليه أن يدرك بأنه والله هذه النفس كل ما الآن زمان نحن مثلا ونحن صغار لما نتدرب تدريبات معينة يقول لك والله يا أخي كل نقطة عرق تخرجها من جسدك فإن ذلك سيخفف لك نقطة الدماء في ساحات الجهاد صحيح. بنفس الطريقة كل محاسبة تقوم بها في دنياك ستكون هذه مخففة لك في هذا هو المغزى أصلا. هذه الثمرة الأساسية. الثمرة الأساسية. الأمر الثاني أيضا من ثمار المحاسبة الانتقال في المقامات التي ذكرنا. ينتقل الإنسان لما أنا أحاسب نفسي وأقف معه وأحدد نقاط الضعف والقوة، هل والله قبل المحاسبة سيكون حالي كما هو بعد المحاسبة أم أني سأحاول التحسين؟ يعني التاجر الذي قلنا سيحاسب لما يدرك بأن والله عنده نقاط خلل مباشرة حيعمل على على المعالجة، على إصلاحها. وبالتالي هذه النقاط لن تجعلك في دائرة رأس المال، ستنتقل من دائرة رأس المال الذي عندك إلى دائرة الأرباح، وبالتالي ستحاول أن تحسن من وضعك وأدائك. النقطة الثالثة المحاسبة تعرف الإنسان بنفسه. من هو؟ وأهل السلوك يقولون والعارفون يقولون بهذه النفس يقولون من عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، ومن عرف نفسه بالمعاصي والذنوب وكذا عرف ربه بأنه التواب الرحيم. لاحظ كل قضية عرفت فيها نفسك بشيء فإن الكمال والجمال والجلال والعظمة في الطرف الآخر. فهذه المقولة حقيقة مقولة من عرف نفسه عرف ربه، طبعا بالنسبة لأهل الإيمان هي هكذا، يعني كلما استطاع الإنسان أن ثم تورثك معرفة النفس إن والله لا تحاول أن تلتفت كثيرا إلى ثناء الناس ومدحهم وقدحهم بقدر ما يهمك من أنت. أنت لما تحاسب نفسك وتعرف قدرك ومن أنت هنا لا تنتفخ، إنجاز التعبير. يعني بعض الناس للأسف الشديد هو يعرف نفسه بأنه مذنب وأنه مبتلى بذنوب الخلوات، أشياء كثيرة جدا، ومع ذلك يظن نفسه عندما يمتدحه الناس أن هذا الثناء سيغير من الحق. لا يغير من الحق. لماذا؟ لأن المحاسبة بينك وبين ربك تعطيك الحقيقة، والأمر الخارجي الذي يقوله الناس هو زيف ووهم. فالسعيد من وقف مع الحقيقة والتعيس من عاش في أوهام تضخم الذات الذي كلام جميل. لا علاقة له بالحقيقة. فنحن في موضوع الثمرات أيضا نستفيد في أن نعرف أنفسنا معرفة حقيقية، نستطيع أن نتجرد من ذواتنا الضعيفة إلى أن نعرفها على حقيقتها، لا نتكبر بعد ذلك على عباد الله. مجرد ما أنت والله حاسبت نفسك وعرفت ذنوبها وعرفت خصوصا أنه أنت خلاص ما بينك وبين الله مكشوف، ما في مخادعة، لا تخفى عليه خافية، فأنت من ثمرات ذلك أنك لا تتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. أيضا سبحان الله من ثمرات المحاسبة أن الإنسان يعظم الله، وأن ترك المحاسبة والابتعاد عنها وعدم الوقوف معها غفلة عن الله. هذه ثمرة من ثمرات المحاسبة. أيضا موضوع المحاسبة يقوي الإيمان بالآخرة. هذا الذي يقف مع نفسه ويحاسبها يدرك أن هنالك يوم اسمه يوم الحساب، يوم اسمه وهذا من أسماء الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا أنت تزداد عندك تترسخ عندك فكرة أو عقيدة أن هنالك يوم يجتمع فيه الناس. هذه ثمرة من ثمرات هذا الأمر. فعلى كل الثمرات حقيقة كثيرة، سواء في إطارها الدنيوي أو في الإطار أيضا الأخروي، وتخفف على الإنسان أعباء الذنوب وأعباء المعاصي، لأنه كلما تكاثرت عليك الذنوب كلما أثقلت، ثم بعد ذلك والعياذ بالله قد يحصل الران على القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لكن الذي يتدارك مبكرا وضعه ليس كالذي يتدارك متأخرا، مع أن المتأخر أيضا أي نعم. فكلما حقيقة الإنسان استدرك بشكل عاجل
أوضاعه استطاع. أيضا من ثمرات المحاسبة في أن الإنسان يحافظ على أوقاته، أن يقف مع نفسه ويشوف أنه والله ما فاته كثير وما بقي من العمر قليل، وأنا لم أكسب وقتي بالشكل المطلوب. لذلك السلف رضوان الله عليهم سبحان الله كانوا من ثمرات المحاسبة عندهم لا تكاد تجدهم إلا في ذكر الله أو تعليم كتاب الله أو تعلمه أو كتابته أو التأليف فيه أو كذا. حتى مجالسهم التي ربما يجلسونها فيما بينهم تجد واحد يعبئ الدواية والثاني القلم ويبرى القلم وهكذا، فهم منشغلون بإيه؟ في خير دائم. لذلك انظر إلى مثلا علماء الإسلام الكبار، انظر إلى السيوطي وتأليفاته، انظر إلى شيخ الإسلام ومؤلفاته، انظر إلى النووي اللي هو توفي وعمره 45 سنة. لو قيل لواحد منا الآن والله كمل بس قراءة ما كتبه هؤلاء وأعطيناك ما شاء الله يعني 20 سنة، تجد نفسه معه. لدرجة شيخنا كانوا على ظهور يعني على الجمال في السفر. صح. كانوا يألفوا مؤلفات يعني تدرس الآن. ابن القيم مثلا كتاب زاد المعاد اللي يعتبر الآن من الكتب الأساسية في الهدي النبوي وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألفه وهو في طريق الحج وليس معه، وكثيرا ما يعبر أكتب هذا الكتاب وليس وأنا معي في الحال الفلاني في الحالة الفلانية وأفتقد إلى مراجعي وكتبي من الذاكرة. فهؤلاء الناس الذين اهتموا بهذه الأوقات، وهذه من ثمراته ثمرات المراقبة، ثمرات المحاسبة، في أنه والله ما ضاع من وقت ستندم عليه. وكل إنسان لم يحاسب نفسه سيجد يوم القيامة بأن والله ما ندم عليه سيكون كثيرا، لأنه الإنسان يسأل عن 4 أشياء، منها وعن عمره فيما أفنى، هذه الأوقات التي تمضي، الأنفاس التي تصعد وتنزل، هذه لا بد أن يقف الإنسان عندها، وثمرة ذلك هو مراعاة وكسب الأوقات. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، بعد فاصل قصير بإذن الله نناقش موضوع أعمال القلوب وعلاقته بمحاسبة النفس. انتظرونا. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. للأطفال عالم خاص بهم، يعيشون فيه حياة جميلة مليئة بالأحلام وبالمغامرات والإبداعات، عالم يملأه الحب والوفاء، العطاء دون مقابل، خيال لا متناهي. ولكي نغوص معهم في هذا العالم نحتاج أن نقترب منهم ونتقرب إليهم ونعيش مغامراتهم. براعم، برنامج أسبوعي يهتم بعالمكم أنتم أيها الأطفال. براعم، نتعلم فيه معا ونعرض إبداعاتكم ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معي أنا صديقتكم صديقة الأطفال نورة، وأنا صديقكم منجوس. بانتظاركم يا حلوين. خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا.
ليه نخلي زعلنا يدوم وتملي نعيش على طول بهموم خلينا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير. حياكم الله وبياكم. نرحب مجددا بشيخنا وضيفنا الدائم الشيخ الدكتور حسن سلمان. حياك الله شيخنا. أهلا وسهلا مرحبا. أهلا وسهلا بكم شيخنا. نستكمل بما ختمنا به قبل الفاصل، والسؤال المهم في المحاسبة والربط بين محاسبة النفس أو المحاسبة العامة بأعمال القلوب. هو موضوع أعمال القلوب يكاد يكون أصل في كل القضايا التي نتكلم عنها، باعتبار أن الأصل القلبي هو الذي يؤثر في الجوارح ويؤثر في اللسان ويؤثر يعني في كل شيء. وبالتالي الآن كلما قويت العقيدة في الله سبحانه وتعالى والإيمان به والإيمان بكماله والإيمان بجلاله وعظمته، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، ويعلم أنه يعلم الخفايا. هذه القضايا الاعتقادية القلبية ستثمر بطبيعة الحال المحاسبة. كلما ضعف ذلك في الإنسان واعتبر الإنسان والله صلته بالله ضعيفة، نظره إلى الله سبحانه وتعالى ضعيف، وإنما أتكلم عن نظر الإنسان إلى الله ونظر الإيمان ونظر المعرفة ونظر البصيرة ضعيف، هنا ستقل محاسبته. فعلى كل، موضوع المحاسبة له علاقة كبيرة جدا بموضوع الرقابة وموضوع التعظيم لله سبحانه وتعالى. فإذا أدركنا أن الله رقيب وأن الله حسيب وأن الله حفيظ وأن الله سبحانه وتعالى جبار وأن الله منتقم، عرفنا الله بأسمائه وعرفنا الله بصفاته، مباشرة هذا سيؤثر في إيه؟ سيؤثر في المحاسبة اليومية للإنسان. إذا أدركنا بأن والله إيماننا عميق باليوم الآخر، هذا أمر اعتقادي وكذلك له تجليات قلبية وله تجليات سلوكية. فكلما قوي الإيمان بالآخرة كلما قويت المحاسبة، كلما قوي الإحساس بأن هنالك يوم للحساب كلما اشتد عندنا الحساب في دنيانا. هذه مسائل كلها على كل متداخلة بشكل كبير، وبالتالي كلما عززنا أعمال القلوب فإن ما نتكلم عنه من مقامات وما نتكلم عنه من أعمال سيكون بطبيعة الحال مؤثر، ومنها موضوع المحاسبة. بارك الله فيك شيخنا. خلينا نتكلم شيخنا في المحاسبة، وهل تعتبر أصل موجود في القرآن والسنة؟ هو موضوع المحاسبة أو الحساب مرتبط بأصلين عظيمين في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكلاهما ركنا هذا الدين، مرتبط بالإيمان بالله ومرتبط بالإيمان بالآخرة. يعني مثلا من آمن بالله أدرك أن الله ما كان ليدع العبادة عبثا، ما كان ليدع العبادة عبثا. يعني ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. انظر هذه الآية ربطت هذين الأصلين، يوم وترجعون فيه إلى الله، وفيه محاسبة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سبحان الله، لم أجد يمكن مع أنه آيات هذه طبعا هذه الآية تستوقفني كثيرا لأنها آخر آية ختم بها الكتاب، آخر آية ختم بها الكتاب من حيث النزول. يعني آخر آية
نزلت في كتاب الله وبعدها ما نزل شيء هي هذه الآية. فكأنما الله عز وجل يقول لك والله هذه التجربة الطويلة، التجربة النبوية من لحظة اقرأ إلى هذه اللحظة، كل ما نريده منكم هو أن تستشعروا عظمة الله، وتستشعروا هنالك يوم آخر، وتستشعروا أنكم محاسبون على ما قمتم به من أعمال، فالجزاء سيكون إما جنة وإما نار باختصار. فهنا ستلاحظ بأن هذا الأصل العظيم في كتاب الله، الإيمان بالله والإيمان يثمر لنا المحاسبة. فهذا الأصل هو الذي نعتمد عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو في التصور الكلي للدين. تصورنا الكلي للدين هو هذا. هنالك آيات كثيرة حقيقة يستشهد بها كذلك أهل العلم، منها قول الله تبارك وتعالى في أواخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، يعني لاحظ، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يعني سبحان الله، هذا الذي يريد أن يحاسب نفسه هل يمكن أن يخرج من هذه الآيات؟ يعني الله كده خدتها لك كده: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. في نفس اللحظة التي تنظر فيها النفس إلى ما قدمت لغد، بطبيعة الحال ستعود إلى الوراء لتنظر ما فعلت بالأمس. الله شدك نحو المستقبل لتنظر إلى إلى ماضيك. هل والله ما قدمته في السابق يشفع لك في المستقبل، أم أنه سيؤدي بك إلى الهلاك؟ واتقوا الله، ثم كررها واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا والله وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. كل ما نخفيه وما نعلنه يعلمه الله سبحانه. ثم قال: ولا تكونوا، ديل أهل الغفلة ما عندهم جلسات المحاسبة، ما عندهم وقفة مع النفس. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الأمارة بالسوء. هذه إشكالية كبيرة جدا. فنحن على كل في هذا الجانب، هذه آية أيضا من الآيات التي يستشهد بها في موضوع المحاسبة، وهنالك أيضا آيات كثيرة جدا على كل فيما يتعلق بمحاسبة. لكن أيضا هنالك عززت هذا الموضوع أيضا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يعني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، أي حاسبها ووقف عند أخطائها وراجعها وقومها وأدبها وهذبها وعاقبها. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فنحن حقيقة نجد هذه الأصول، هذا أصل موضوع المحاسبة في كتاب الله، ونجده كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحكي كذلك عدد من العلماء أيضا الإجماع على أن موضوع المحاسبة يعني أصل من أصول الانتساب إلى هذا الدين والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي أصل المحاسبة نجده في كتاب الله، ونجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونجده في إجماع أهل العلم. ومن الذين ذكروا هذه المسائل العز بن عبد السلام وغيرهم تكلموا عنه، وابن القيم أيضا تكلم في موضوع المحاسبة، الغزالي تكلم في موضوع المحاسبة. على كل لا تكاد تجد من السلف إلا وكتب في موضوع النفس إلا وذكر هذه المسألة، واستدل لها بالعديد من الآيات في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك شيخنا. ننتقل إلى جزئية الأمور المعينة على المحاسبة. ممكن تندرج تحتها جزئية برضو كيف ممكن أحاسب نفسي؟ فيعني سؤال أول وشق ثاني مهم جدا. نعم. حدثنا عن ذلك. هو موضوع المعينات، أي ما الذي يعين الإنسان على أن يحاسب نفسه. جزء منه قد يكون تقدم، يعني أنا ما ذكرت الآن من قضية استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، جل الله جل جلاله. ثم سبحان الله لما ينظر الإنسان إلى هذا الكون العظيم من الأشياء المفيدة في المحاسبة، أحيانا
غفلتنا عما حولنا من الكون وعظمة هذا تنسينا ما نحن فيه. ولذلك قلت لك من عرف نفسه عرف ربه. يعني تصور هذا الإنسان، هذا الكائن المتكبر الذي قال الله له ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أنت شيء بسيط جدا، ماذا تعادل أنت في هذه المعمورة الكرة الأرضية ككل؟ ثم إيش الكرة الأرضية في مقابل المجرة التي هي جزء منها؟ ثم ماذا تعني المجرة هذه مع الملايين المجرات بل مليارات المجرات في هذا الكون الفسيح؟ لا تكاد تذكر مع هذه المخلوقات. ومع ذلك هذا الإنسان قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلق؟ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره. لا تنسى. لا تنسى، أنت شيء بسيط. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فالله عز وجل يرسم لك هذه الخريطة حتى تكون الله تعالى هذا أنت. هذا أنت. وسبحان الله، سؤال من أنا هذه من أهم الأسئلة السلوكية والتربوية. من أنا؟ من الله؟ جل الله. الله سبحانه وتعالى. لاحظ لحظة لحظة يعني تلقي موسى عليه السلام لكلام الله في سيناء، إنني أنا الله. يعني لاحظ سبحان الله، أنا تستوقفني كثيرا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم مباشرة إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إذا نحن أهم ما يعينك عندما تقف على كتاب الله وتقف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقف على هذه المعاني. من أنا ومع من أتعامل. أمشي من أنا ومع من أتعامل. فإذا إذا أدركت أنك عبد ضعيف حقير ذليل مخلوق ضعيف ستحشر بين يدي الله وسيحاسبك الله، ووقفت كذلك الخطوة الثانية، وقفت على الأسئلة الكبرى التي ستسأل عنها يوم القيامة. الله عز وجل يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني شوف سبحان الله، قسم من الله أن والله لا تسألون عما تسألنا يا رب، سأسألك عن كل شيء. من ربك ما دينك ما نبيك. بداية من ذلك سأسألكم عن النعم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لأسألنكم عن الحلال والحرام بل سأسأل الصادقين عن صدقهم. يوم يسأل الصادقين عن صدقهم. فالله سبحانه وتعالى سيسأل، فكيف بغيره؟ ولذلك نحن فيما يعيننا إن شاء الله عن قضية المحاسبة، أولا معرفة الله وأن نقدره حق قدره، معرفة النفس وضعفها وهوانها وميلها إلى المعاصي والذنوب، محاولة أيضا التعرف على أسباب تجريدها من هذه الذنوب والمعاصي، هذا يعين الإنسان. أيضا من الأشياء المهمة جدا يعني كيف نستطيع أيضا أن نربي أنفسنا على الخروج من الحالة التي نحن فيها إلى حالة أجود وأفضل. يعني الذي يركن إلى حالة واحدة لا يعان على الكمال. هنالك مسألة مهمة جدا، يعني العبرة بتمام النهايات لا بنقص البدايات. فأنت العبرة بالخواتيم، فما دام العبرة بالخواتيم يمكن أن تنتقل، يمكن أن تتحول، يمكن أن تلحق بالركب. وسبحان الله رحلة القلوب من أسرع أنواع الرحلات. رحلة القلوب يعني كثيرا ما سبحان الله يعني من السلف رضوان الله عليهم لما كانوا يقولون ما سبق الناس أبو بكر بشيء إلا بأمر وقر وقر في القلب. بأمر وقر في القلب. فقضية إنه والله كيف نستطيع نحن أن نرحل إلى الله بقلوبنا، نرحل إلى الله بقلوبنا. فإذا أدركنا طبيعة الرحيل، وهنا طبعا يحضرني حقيقة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على كلام ابن القيم عليه رحمة الله لما قال والناس في سفر عظيم منذ أن خلقوا ولا تحط الرحال إلا في الجنة أو النار، وإنما الناس مسؤولون عن أمرين: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. هذه الأسئلة الكبرى، ما في شيء آخر. أهم سؤالين. من كنت تعبد
وهل تجاوبت مع الرسالة؟ التجاوب مع الرسالة هي ما يتعلق بكل الأوامر والنواهي، الحلال والحرام. ماذا كنتم تعبدون؟ أصل التوحيد. هل سلم لك الأمران؟ هل سلم لك الأمران؟ هل كنت مسلما هل كنت ابتداء؟ مسلما ابتداء؟ هل فعلا انقدت لأمر الله وأطعته، أم أنك والله أشركت بالله ثم عصيته؟ ولذلك فرعون عليه لعين الله المتتاليات دائما ما الله يذكر كذب وأبى وكذب وعصى. كذب في أمر العقيدة والتوحيد التكذيب أهم من العصيان. طبعا هذا التكذيب الركن الأساسي. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فهذه المسائل حقيقة مسألة الأسئلة الكبرى. ثم أيضا مما يساعد الإنسان على المحاسبة يعني استذكار طبيعة الجائزة التي سينالها الإنسان في الآخرة. يعني لما يقول لك والله ربنا إذا فزت لك الجنة فيها ما لا عين قد رأت. أفلح من زكاها، هذه النفس إن زكيتها أفلحت، وقد خاب من دساها. كأنه ربنا يقول لك والله أنت في هذه المحاسبة ضع أمامك ميزان النار والجنة. إذا كان والله أصلحتها فزت، وإذا كان دنستها خسرت وخبت وخاب مسعاك. فهذه من الأشياء أيضا التي تعين إن شاء الله. أيضا استحضار مشاهد القيامة، مشاهد القيامة واستحضار الموت، هذه الحقيقة الكبرى التي لا يمكن للإنسان أن ينكرها. سبحان الله، يعني يمكن للإنسان أن ينكر الآخرة لكنه لا ينكر الموت. شوف لماذا؟ الموت يوميا يمر علينا وكلنا، يعني يمكن أن يجادل الإنسان عن الأمر الغيبي، إنه والله في جنة ونار ولا ما في جنة ونار، في حساب، هذه قضية يمكن أن يدخل فيها الملاحدة. لكن أي ملحد لو قلت له هل تنكر الموت يقول لك لا أنكر الموت. هذا حقيقة، لأنه شايفه كل يوم، كل يوم هو يراه ومقبل عليه. يقال أحد الملاحدة كتب كتابا عن عدم وجود الله وساهر يكتب، قال فلما أراد أن يطفئ النور قال جاءه خوف من الله. هذه مشكلة الإنسان. لماذا؟ لأنه وهو يكتب كتابه في الإلحاد متناقض مع جذور فطرته، مع ذاته. فنحن أيضا موضوع الآخرة، موضوع الجنة، موضوع كذا لا بد أيضا أن الإنسان إن شاء الله أن يستحضره حتى يكون ذلك. أيضا من الأشياء التي تعين على موضوع المحاسبة أن تجعل القرآن جليسك وأنيسك. تجعل القرآن هو الجليس وهو الأنيس. بمعنى كيف تستطيع أن تكون مع كتاب الله، كيف تستطيع أن تكون والله متدبر لهذا الكتاب، وستجد يفتح الله عليك من العلوم بعيدا عن الوسائط، بعيدا عن الوسائط. تدبر كتاب الله خصوصا في العقائد الكبرى بعيدا عن الجدليات الأخرى، أعلم العلوم. يعني ستجد الحديث عن الله، لن تجد مثل كتاب الله من يتحدث عن الله، لن تجد من يخبرك عن الله مثل الله. مهما اجتمع الفلاسفة وأرادوا أن يخبروك عن الله لا يخبرونك مثل ما يخبرك كتاب الله، لأنه كلام الله. فأنت أدخل بهذه النية، أدخل بنية إنه والله أنا أريد أن أستفيد في المحاسبة، في موازين المحاسبة، في تساؤلات المحاسبة، في دقائق المحاسبة، في معرفة النفس البشرية، في كيف يمكن أن أخرج من الدوائر السيئة الدوائر. كل ذلك من المعينات التي تجدها من خلال. أيضا من الأشياء التي تعين على المحاسبة أن يحرص الإنسان على ذكر الله سبحانه وتعالى. كلما ذكر الله سبحانه وتعالى نأى عن الغفلة، والذكر نقيض الغفلة. تقريبا هذه بعض المعينات إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا جزئية محاسبة النفس وتحدثنا عن ذلك. كيف أفرق إنه أنا قاعد أحاسب نفسي في الجزئية هذه، في نفس الوقت ما قاعد أدخل في أنا قاعد أعاقب نفسي في الجزئية نفسها؟ فكيف أعرف إنه الجزئية هذه هل هي محاسبة نفس أو أنا قاعد أعاقب نفسي بدون ما أدري؟ نعم، هو على كل تعرض السلف رضوان الله عليهم لمفهوم العقوبة ومفهوم المحاسبة، كلا المفهومين تعرض لهم السلف رضوان الله عليهم، وكلاهما ممدوحان حتى برضو ما نحدث إشكال. يعني علينا أن لا نتصور أن المحاسبة نقيض المعاقبة. أنا عموما فهمي لها كل محاسبة لابد أن تثمر عقاب، كل محاسبة لابد أن تثمر عقاب، يعني جزاء أو إيه، فهي العقوبة نتيجة. نتيجة. فمثلا اللحظة التي تجري فيها موازنة الحساب، والله أديت الفرائض، فعلت،
حاسبوا أنفسكم قبل إيه؟ أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم أو توزنوا. طيب، هو هذه عملية المحاسبة، الجرد. ثم وصلت في النهاية إنه أنا مقصر، أنا إيه؟ مقصر، أو أنا مذنب، أو أنا مرتكب لكبيرة من الكبائر. كان السلف رضوان الله عليهم من دأبهم معاقبة النفس. مثلا أديك مثال، عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتته مرة أظن صلاة العصر، ولا أذكر، لكن لعلها فاتته وكأنه في مزرعة أو كان في عمل، فتصدق بهذا الأمر الذي شغله عن الله أو شغله عن صلاة العصر. هو في الأساس عاقب نفسه عشان تأخر أو ما جاء المسجد. ابنه عبد الله بن عمر كان من هديه أنه إذا فاتته صلاة فريضة أقام الليل كله. يعني إذا بالنهار فاتته صلاة من الصلوات، بالليل لا بد أن يقول لنفسه لا نوم لك، لا راحة لك، تؤدينا. فتصور هذا، فهذا تجوزا نحن نسميه إيه؟ عقوبة. هم بمعنى هم يفرضون على أنفسهم هذه الأعمال جزاء لما إيه؟ بما فعلت من تفريط وتقصير. أنت أردت أن تكوني في دعاء وفي كذا، لا أنا لن أسمح لك، وهكذا. فعلى كل هي عملية المحاسبة يعني عملية متكاملة، وينتج عنها بعد ذلك ما ذكرناه من قضية معاقبة النفس، وهي في حقيقته تقويم النفس وتصويب النفس وتحفيز النفس على الخير ودفعها عن مواطن الشر والشبهات. بارك الله فيك شيخنا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد أتممنا حلقة هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة. وجملة ختام: اجعل من نفسك على نفسك رقيبا.